بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي مشاهدينا في كل مكان. في بداية حديثي صلوا على الحبيب النبي، عشان كل ما تصلي على الحبيب قلبك يرتاح ويطيب، وكل ما تصلي على سيدنا الرسول قلبك يفضل فرحان على طول. مبدئيا بنقول مبروك للأهلي وكل عشاق الكرة الأهلوية، الفوز على الاتحاد السكندري 2-0. ألف مبروك لنادي الأهلي وجماهيره وإدارته. وفي الفيديو السابق أنا كلمتكم عن جماهيرية الأهلي اللي وصلت الكورة المصرية وأغنية سطلانة للعالمية. والنهاردة جايب لكم فيديو عن النادي الأهلي اللي إفريقيا والعرب بيفتخروا بيه. النهارده وصلت الامور ان النادي الاهلي بيتحارب وبيتهان وسط بلده. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. سيبوا نادي الزمالك في حاله، بس ده مش هيحصل، وما يقدروش يسيبوا نادي الزمالك في حاله. لا، مش هيسلكوا هم. هو لو ما بيشتغلش على نفسه قد ما بيشتغل على انه هو يعطلك انت. والله العظيم، ودي حقيقة. انت اللي مشغول بينا، وانت اللي مشغول بنادي الزمالك وبكل حاجه مستقره في نادي الزمالك. دي بتعمل لك ارق وبتعمل لك قلق وبتهدد مكانك وبتهدد كرسيك، وانت عارف كده كويس. عشان كده انت بتسخر الملايين وبتسخر الاموال وبتسخر الكتايب وبتسخر السوشيال ميديا كلها عشان تشتغل على نادي الزمالك. وهقول اطالب ان تشغل اغنيه معينه او ما تشغلش اغنيه معينه، مش هطالب باي حاجه في الدنيا غير اغنيه الشحروره رحمه الله عليها صباح، اغنيه ساعات ساعات. بدندن كده يعني بستكيف وانا بسمعها. الاغنيه دي لما بتشتغل بتضايق اصحابي معينين، الاغنيه دي لما بتشتغل في ناس بتشغلها وترقص عليها بتبقى فرحانه، بيعمل لهم والله العظيم بيعمل لهم قلق. انا عارف الناس دي كويس، انا اشتغلت مع الناس دي وعارف تفكير الناس دي كويس. طول ما انت مستقر، طول ما الناس دي في قيامه قايمه الناحيه الثانيه. صدقني انا والله العظيم احسن واحد يكلمك عنهم واحسن واحد عارف طريقه شغلهم للظلم. لما اجي اشكي من ظلمي ده حضرتك مش عايز نشكي. يعني ده انت بجح. والله العظيم انت بقيت يعني وصلت لدرجه من البجاحه ومن التكبر، لدرجه انت بقيت لا تطاق. بقيت لا تطاق والله بجد. انت واعلامك ومسؤوليك ومجلس ادارتك حاجه غير طبيعيه. انت كمان يعني انا مظلوم والاسماعيلي مظلوم، ومش عايزنا حتى يعني عايزنا كمان سياسه تفويه يعني تكميم الافواه ده، اننا نشتغل عشان حضرتك تفضل اخطف واجري وانتش واجري وتبقى مبسوط وفرحان، واحنا نتظلم وما نقولش حتى ان احنا مظلومين. يا راجل ده خلي الناس حتى بدل ما يجي لهم امراض، يا راجل خليهم ينفسوا. لكن انت ببجاحتك وببجاحه اعلامك وببجاحه لجانك مستكتر علينا، حتى على الناس، على نادي زي الاسماعيلي ولا نادي زي المصري ولا نادي زي الزمالك، ان هو يقول حتى ان انا مظلوم. يعني ايه البجاحه دي؟ والله العظيم دي بجاحه بجد. لو في لفظ يعني انا بحاول انتقي الالفاظ والله، بس هي ما فيش اكتر من كده. يعني ما فيش ليفل اقل من كده عشان اوصفك بيه. تخطف وتجري من الاسماعيلي ومش عايز الاسماعيليه ولا عايز محمد شيحه يتكلم. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ليه يعني؟ في ايه؟ احنا في دوله محترمه. لا، طلع لكم الشوكه اللي تقف في ظهركم، وطلع لكم الناس اللي تعريكم وتظهر حقيقتكم. كون ان هي مش عاجباك وشأنك، اشرب من نهر النيل. نهر النيل اكبر نهر في العالم، روح اشرب منه. روح اشرب منه انت مجلس ادارتك انت وجمهورك انت وكل اللي انت عايز روح اعمله. ده احنا لسه ده احنا بنسخن. ده برنامج واحد هو اللي عامل لكم الصداع ده كله. انت مش عايز تسمع ده، هنسمع كل يوم، هنسمعه لك كل يوم. هنطلع نخرط على قلبك بصل والله. كل يوم هنكشفكم قدام نفسكم انتوا وكتايبكم وصفحاتكم المأجوره والشغل اللي بتشتغلوه ده. الحاجات دي بتعمل لكم هس، بتخليكم وانتوا قاعدين على كراسيكم قاعدين بتترعشوا. اتفضل الموضوع. وكان ده بقوله معالي النائب العام اللي متقدم له 286 بلاغ ضد محمود الخطيب ولجانه، ولا واحد اتحقق فيه لغايه دلوقتي. وبقول له معالي وزير العدل حاجه ثانيه من فضلكم، احنا مش عيال صغيره كل شويه نفس البلاغات اللي واخدين فيها براءات، كل يوم نفس البلاغ يروح تاني. تمام، احنا مش عيال صغيره. او انت عارف طبعا عندنا ايه تسجيلات من فضل السيد وزير العدل محترم، معالي النائب العام محترم. اسمعوا
انا صاحب حق، اديني حق. كل اللي انا عايزه ان القانون يتطبق عليا صح ويتطبق على محمود الخطيب صح. انما لما يكون في قضيه واحد واخد 228 مليون و500 من وزير سعودي، والوزير عامل بلاغ بيقول فيه انه خدهم مني عشان يعمل منشات، خدهم لنفسه تاني، خدهم لنفسه. الرقابه الاداريه يقول لك حصل، ارفع ايدك يا فارس فوق. جهاز مشروع حصل، جهاز مركزي حصل، وزاره الشباب حصل، كل الاجهزه المحترمه دي قالت حصل وبلاغ يتحفظ. لا انا عايز لازم نعرف حافظ فين. صندوق تحيا مصر قال اتحدى صندوق تحيا مصر كله يطلع لي جواب اللجنه اللي استلمت الفلوس في الساعات. شوفوا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عامل قناة الزمالك مخصوص علشان يهين رئيس النادي الأهلي المحترم الخلوق الكابتن محمود الخطيب، الرجل الذي عمره ما قال لفظ واحد حتى وهو بيتهان في كل يوم، حتى وهو بيتهان في كل يوم على قناة الزمالك هو وإدارته وجماهيره من قبل الناس الفاسدة. فين المسؤولين وفين الإعلام وفين الدولة من كل هذه التجاوزات؟ وأحيانا وصلت لتهديد بعض الأشخاص على الهواء علنا وألفاظ إباحية بتدخل بيتنا، وبنقول الأخلاق ضاعت، الأخلاق ضاعت. وعشان ما احنا ساكتين، لحد امتى هنفضل ساكتين على الناس دي؟ لحد امتى هنفضل ساكتين عن الناس وعاوزين محاسبة الناس دي، محاسبة الناس دي، وفي الآخر بنقول فوقوا يا ناس، المجتمع بقى خلاص في آخر الأنفاس. انجدونا يا ناس، انجدونا من الناس الظلمة دي. لازم كل واحد يتحاسب عن أفعاله. وفي نهاية حلقتنا بنشكركم على حسن الاستماع وتحياتي لكم، ونرجو تفعلون الجرس واشتراك في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.